مشروع قومي يجمع المصريين. الكلمة دي اترددت في الفترة الأخيرة والسنوات السابقة منذ قيام ثورة 25 يناير. المصريين كانوا محتاجين مشروع قومي يلتفوا حوله. المشروع القومي كان شيء مهم جدا في حياتنا الأيام دي. المشروع القومي كان حاجة ضرورية وحاجة ملحة من ساعة ما قامت ثورة 25 يناير واحنا محتاجين مشروع قومي، زي المشروع القومي بتاع السد العالي، زي المشروع القومي اللي التفينا عليه حوله في حرب 73 وكان هدفنا ان احنا نسأر لهزيمتنا في 67. عشان كده كان القرار الخاص بإنشاء قناة السويس الجديدة، وهذا القرار الشجاع والجريء للرئيس السيسي. الرئيس السيسي أراد أن يوحد المصريين على شيء واحد، على مشروع قومي وهدف قومي يلتف حوله الجميع، عشان يكون كلنا إيد واحدة وكلنا في صف واحد وكلنا في خندق واحد، عشان ننتشل مصر من العثرة ومن العهود البغيضة والفترة البغيضة اللي رمانا فيها جماعة الإخوان، وخرجت مصر منها يعني مهزومة بفعل الإخوان، جماعة الإخوان الإرهابية اللي عاست في مصر فساد خلال عام كامل، والحمد لله تم إنقاذ مصر من جبروت هذه الجماعة. كان لابد من هذا المشروع القومي. الرئيس السيسي كان تفكيره جيد جدا في هذا المشروع، إنشاء شريان جديد للحياة. هذا الشريان يقوم بإنشاء حياة جديدة، تنمية جديدة، استثمارات جديدة، خلق فرص عمل جديدة على شاطئ القناة. كلنا عارفين القناة القديمة اللي بناها الأجداد بدمائهم وعرقهم، كلهم بنوا هذه القناة القديمة اللي أصبحت مصدر أساسي من مصادر الدخل القومي المصري. الآن احنا كلنا ملتفين حول القناة الجديدة، القناة الجديدة اللي إن شاء الله كلنا متعشمين إن هي هتنقل مصر نقلة اقتصادية ونقلة حضارية ونقلة سياسية متكاملة إن شاء الله. القناة الجديدة اللي بدأ الحفر فيها، وخلال أيام قليلة وصلنا ل 12 مليون متر مكعب من الحفر. من أول امبارح ظهرت المية نتيجة أعمال الحفر، واستبشرنا خير وقلنا بشرة خير إن المية ظهرت في قناة السويس، وإن شاء الله قبل ما تخلص السنة هتكون قناة السويس الجديدة انشقت ودخل فيها المية الحقيقية، المية اللي هتنقل السفن والمراكب وكل شيء الخير على ضفة بين القناة القديمة والقناة الجديدة. هنلاقي حياة تانية، هنلاقي مصانع، هنلاقي متاجر، هنلاقي مساكن، هنلاقي فرص عمل، هنلاقي مليون فرصة عمل. وده رقم كبير جدا، رقم كبير للغاية لما نلاقي مليون فرصة عمل، واحنا كنا بنتغنى في السنوات اللي فاتت ان احنا نشغل حوالي 20,000 ولا 30,000 ولا 50,000 فرصة عمل. لما 50 مليون مصري يشتغلوا في قناة السويس الجديدة، فده شرف لينا وشرف لمصر وشرف للرئيس السيسي. اقدر اقول ان هو وعد وبدأ ينفذ. مطلوب مننا ان كلنا نلتف، هنلاقي مصانع، هنلاقي متاجر، هنلاقي خير لمصر في القناة الجديدة. قناة السويس الجديدة هي الأمل وهي البشرة اللي بشرنا بيها السيسي، وهي المشروع القومي اللي احنا التفينا حواليه وكلنا بنلتف حواليه دلوقتي. حاليا الزيارات كل الناس مهتمة، كل الوزارات مهتمة. شيخ الأزهر راح وصلى بالعمال، وزير الأوقاف راح وصلى بالعمال، الشباب كلهم متواجدين، شباب مصر كلهم بيجروا دلوقتي على القناة عشان يشتغلوا في القناة، وده حاجة جميلة جدا إن شاء الله. وبإذن الله قناة السويس الجديدة هي قناة الخير الجديدة، هي رافد من روافد الخير. إن شاء الله مصر هتنهض، مصر هتبقى قوية بفضل رجالها المخلصين، وإن شاء الله قناة السويس هي قناة الخير لمصر بإذن الله.